النقدية ومنع إدخال السيولة النقدية إلى قطاع غزة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورشة عمل لمناقشة مسودة ورقة بحثية بعنوان الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة، بغرض الحد من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة. ناقشت الورشة قيام الاحتلال بتدمير المؤسسات المالية والاستغلال الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني في قطاع غزة في ظل عدم فاعلية الاستجابة لشكاوى المواطنين من بعض الصرافين والتجار والمكيشين الذين يستغلون حالة الفوضى وغياب سيادة القانون وضعف وتراجع دور المؤسسات الرقابية والتشريعية، وتقديم التوصيات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة نتيجة نقص السيولة. أكد ائتلاف أمان على أهمية التعافي المبكر وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمواطنين عبر الرقمنة، واقترح تشكيل لجنة ممثلة عن جميع القطاعات ذات العلاقة من سلطة النقد والغرف التجارية والقطاع الخاص لتفعيل المطالبات والاستجابة للشكاوى وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة حاليا في الحرب، وهو أمر عاجل ومطلوب، علما أن ائتلاف أمان يتابع القضية عن كثب، وسيستمر في ذلك في إطار تعزيز فعالية الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل القطاع المصرفي في قطاع غزة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في قطاع غزة. أستاذ وائل، أهلا بك ونحييك عبر أثير إذاعة منبر الحرية. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك. نسأل عن أهداف الاحتلال أولا من تدمير المنظومة المصرفية ومنع إدخال السيولة النقدية إلى قطاع غزة. يعني هو المضبوط الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية يعني عمد إلى خلق حالة من الفوضى في كل المناحي. المضبوط وفق الاتفاقيات من مجبور الاحتلال انه يدخل عملات نقديه على قطاع غزه يعني قطاع غزه والضفه الغربيه، وان يقوم بدوره او بما هو ملزم فيه فيما يخص القطاع المصرفي الفلسطيني، واهم جزئيه التي لها علاقه بتدفق السيوله النقديه على قطاع غزه. نعم. وتسهيل عمل البنوك الفلسطينيه والمصارف الفلسطينيه وفق الاتفاقيات وما هو معمول فيه في القانون الفلسطيني. نعم. ولكن يعني وبشكل متعمد منع الاحتلال او حاصر الاحتلال حتى القطاع المصرفي ومنع تدفق السيوله، وبالتالي في كميات هائله من الاموال في قطاع غزه هي تعرضت للتلف، واستخدمت فكره العملات النقديه المتهالكه كحجة من قبل بعض المستفيدين من هذه الحالة، يعني انه هذه الاوراق النقديه او هذه المعادن او النقود المعدنيه غير قابله للاستخدام بسبب قدمها او تلفها، واصبحت يعني اداه من ادوات ابتزاز المواطن الفلسطيني. نعم. دعنا نسأل عن هذا الموضوع. كيف أثر منع إدخال السيولة على حياة المواطنين؟ ومن خلال متابعتكم والورقة البحثية وورشة العمل التي عقدتموها، كيف تعرض المواطن بسبب ذلك للاستغلال ودفع عمولات نقدية إضافية أو مضاعفة ربما؟ يعني هو الجميع صار يعرف انه علشان تسحب اي مبلغ من اي محل صرافة انت لازم تدفع عمولة بين 15 ل 20%، وفي بعض الأحيان تتجاوز هذا الرقم، وهذا أمر يعني مجحف وغير قانوني ويضيف أعباء إضافية على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وتحديدا في ظل يعني حرب الإبادة الموجودة، وكمان في ظل ارتفاع الأسعار. يعني أنت لما بتروح على أي محل صرافة وبيخصم منك بدك تاخذ 1000 شيكل، يخصم منك 20%، بدك تاخذ 800 شيكل. وتروح على السوق بدك تشتري أغراض، فأنت يعني وأسعار البضائع كمان مرتفعة للغاية نظرا لحالة الحصار الموجودة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق الغزي. انت لك ان تتخيل الازمه المضاعفه والمركبه اللي بيعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزه. فيعني كمان غياب الرقابه الرقابه من الناحيتين المضبوط، الرقابه على السوق المحلي والرقابه على الصرافين
والدور الطبيعي لسلطة النقد اللي مش عمالها تقدر تقوم بدورها نظرا للتضييقات المفروضة من الاحتلال، ونظرا كمان لحالة الانقسام الموجودة، إنه سلطة النقد ما بتقوم بدورها بشكل طبيعي. وهذا بطبيعة الحال خلق قضايا تحتاج إلى شكاوى فعلا. وقدم يعني عدد من المواطنين تلك الشكاوى. كيف كانت الاستجابة من خلال متابعتكم؟ نعم، بس قبل ما نروح للشكاوى كمان هو جزء من الرقابة يجب أن يتحمل المجتمع الدولي تجاه ممارسة الاحتلال، بأنه يجب أن يجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بهذا الأمر. فضعف حتى رقابة المجتمع الدولي على أداء سلطات الاحتلال ونقوصه عن أو تراجع عن قيامه بالتزاماته، كمان هذا شكل من أشكال ضعف الرقابة من قبل المجتمع الدولي اللي خلى الاحتلال يتمادى في فرض حصاره على قطاع غزة. أما في موضوع الشكاوى، الكل يعلم أن شكاوى المواطنين تتزايد يوم بعد يوم في هذا الموضوع. هذا اللي خلانا في ائتلاف أمان يعني نتحرك بإلقاء الضوء على هذا الموضوع، ونطور ورقة علشان على الأقل هي ورقة معلومات تخلينا يعني نفهم حقيقة ايش الاسباب والتداعيات. وكانت الورقة هذه نتيجة الشكاوى المختلفة اللي اجتنا من المواطنين. ابرز هذه الشكاوى هو العمولة الضخمة اللي عمالها تضاف على المواطنين، وللاسف انه هذه العمولة مش ثابتة. يعني مش تقول والله كل الصرافين بياخذوا مثلا 8 ولا 10%، لا، انت بتروح على صراف سين بيقول لك 10%، حدا ثاني بيقول لك 15، حدا ثالث بيقول لك 20. فبالتالي اصبح المواطن هو عرضة لاستغلال والابتزاز من قبل بعض الصرافين اللي ما في عليهم رقابة ولا حدا يعني بحسبهم. هون يعني ربما بنسأل عن دور سلطة النقد في إطار مسؤولياتها ربما في موضوع الرقابة وكذلك المحاسبة على شركات الصرافة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ. ما دورها في ظل هذه الحرب؟ طيب خلينا بس نفرق بين محلات الصرافة المرخصة. احنا عندنا حوالي 9 شركات صرافة مرخصة في قطاع غزة حسب ما يعني حكى التقرير. ولكن هذه الشركات المرخصة للأسف نتيجة حالة فصل القطاع لجنوب الوادي وشمال الوادي حسب تصنيف الاحتلال يعني أعاق عمل بعض محلات الصرافة. هذا الأمر أعاق عمل بعض محلات الصرافة. فعلى الأكثر من هذه المحلات المرخصة اللي بتعمل في قطاع غزة هم 2 فقط يعني. وهذول خاضعين لسلطة النقد. أما بقية محلات الصرافة هي محلات غير خاضعة لشركات غير خاضعة لرقابة سلطة النقد. هذا 1. 2، قبل حرب الإبادة الجماعية ما كانش في تنسيق بين السلطة الحاكمة في قطاع غزة وبين سلطة النقد نتيجة حالة الانقسام. يعني حتى احنا بنعرف انه في مجموعة من البنوك انشأتها السلطة الحاكمة في قطاع غزة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد، وبالتالي في جزء خارج عن نطاق عمل سلطة النقد. ولكن يعني هناك بعض الإجراءات التي تستطيع سلطة النقد أن تقوم بها لتخفيف من الأزمة. أبرز هذه الخطوات وأهمها هو طمأنة المواطنين بأنه هذه العملات التالفة يمكن يعني لا خطورة من التعامل معها، وأن سلطة النقد ستسوي الأمر بعد انتهاء أزمة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. بالإضافة لأنها ممكن تأخذ بعض الإجراءات العقابية فيما لو تلقت بعض الشكاوى من المواطنين من خلال قيامها بتجميد بعض الحسابات، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص ومع الغرف التجارية بإمكانها أن تقوم بتطوير بعض القوائم السوداء لبعض التجار أو أصحاب محلات الإصرافة اللي بيفرضوا عمولات كبيرة وبتطبقوا في وقت هذه الأزمة على خلاف ما نص عليه القانون. هناك إشكالية ربما أيضا في قطاع غزة فيما يتعلق بموضوع تطوير الرقمنة في التعاملات المالية في ظل يعني استمرار الاحتلال بنسف كل ما يتعلق بالبنى التحتية والتكنولوجيا الخاصة بقطاع غزة. لكن باعتقادكم ومن خلال ورقتكم وتقريركم وورشتكم ومناقشتكم ومتابعتكم، هل تطوير الرقمنة في التعاملات المالية هو بديل ربما لتخفيف أزمة السيولة في القطاع؟ بالطبع موضوع الرقمنة سيسهل ويخفف من الأزمة بشكل كتير كبير. يعني احنا عندنا نماذج جيدة، عندنا موضوع البيبال وبعض التطبيقات الأخرى اللي بتساهم بشكل أو بآخر لتسهيل عملية التبادل التجاري بين المواطنين والتجار وبين التجار أنفسهم من خلال المعاملات الرقمية. مضبوط، هذا الموضوع بده بنية تحتية قوية
وعلى استعداد جيد. يعني لا سيما بتقدرش تتنقل تشتغل لحالها موضوع الرقمنة، لازم مثلا على الأقل شركات الاتصالات اللي بتوفر منصات الإنترنت مثلا، القطاع الخاص والبنوك لازم يكون له دور كثير كبير في هذا الموضوع. الغرف التجارية هلا في اللقاء اللي ناقشنا فيه هذا التقرير، القطاع الخاص قال او انا تحدث انه هنا او قدم توصية انه ضرورة الذهاب للرقمنة، وانه احنا عندنا يعني تجارب جيدة في هذا الموضوع يمكن البناء عليه، وكل الأطراف لديها الاستعداد للقيام بالتحول نحو الرقمنة لتسهيل المعاملات أو التبادل التجاري بين المواطنين وبين التجار. فطالما أصحاب الاختصاص قدموا هذه التوصية، معناته البنية التحتية الفلسطينية قابلة، ولكن احنا محتاجين شوية وعي زيادة من المواطن ومن الجهات المختلفة بأنه الرقمنة قد تكون حل إيجابي خلال هذه الفترة الصعبة. طيب نتحدث عن ربما توصيات إضافية يمكن أن تقدموها لسلطة النقد باقي الجهات الرسمية لتجاوز ربما التحديات المالية والاستغلال والبلطجة التي تعاني منها كل فئات المجتمع في قطاع غزة. ما هي التوصيات الإضافية التي يمكن تقديمها لكل هذه الجهات وخصوصا سلطة النقد؟ في مجموعة من التوصيات يعني موجهة لسلطة النقد بشكل أساسي. أولها تحفيز سلطة النقد لموظفيها على العودة لأداء مهامهم في ظل هذا الظرف الصعب. فيعني احنا بنعتبره هذا واجب وطني في ظل الظروف الحالية وفي ظل حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزة. واحنا بنشكر في بعض الموظفين يعني كانوا متواجدين معنا ومدونا بالكثير من المعلومات والأفكار، وهم متواجدين قدر الإمكان يعني. وزيادة سلطة النقد للجهود المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لشركات الصرافة والبنوك في المحافظات الجنوبية، وهذا مهم جدا جدا، لأنه كمان في بعض الملاحظات كانت على بعض البنوك. فيعني من الممكن أن تقوم سلطة النقد عبر موظفيها بقيام مجموعة من هذه الزيارات التفقدية، وتمكين مراكز سلطة النقد في الضفة الغربية لمتابعة الشكاوى وممارسة دورها الرقابي على شركات الصرافة والمخالفين من الصرافين. واتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم بعد الحرب. يعني مش ضروري الآن عملية المساءلة والمحاسبة تكون آنية، بس على الأقل بيكون في رصد لأهم المخالفات لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين مستقبلا يعني. وكمان مهم التعاون مع الغرف التجارية لاتخاذ إجراءات تمنع تقاضي التجار عملات طائلة. يعني كمان الغرف التجارية بتقدر تعمل اجتماعات مع التجار وتنبههم لدورهم الوطني في هذا الظرف، في ظل هذا الظرف الصعب. يعني هذه العملات هي عملات خيالية، يعني ما بزبط. كمان مهم انه تعزز العلاقات المشتركه بين المصارف وشركات الدفع الالكتروني من جهه، وبين نقاط البيع وشركات الدفع الالكتروني لضمان التيسير على المواطنين. يعني انا بدي انبه التجار والجهات المختلفه انه اقبلوا فكره الرقمنه علشان نسهل عليكم وعلى المواطنين عمليه البيع والشراء، لانها مصلحه مشتركه وبحاجه لوعي اعلى. وكمان الدور التوعوي لسلطه النقد على كافه الصعود بتوجيه المواطنين للادوات الرقميه وتقليل الاعتماد على السيوله، لانه اساسا ما في سيوله في البلد. يعني سهل هذا الوقت انك تقنع المواطن انه يروح باتجاه الرقمنه. هذه ابرز التوصيات اللي التقرير قدمها لزملائنا واصدقائنا في سلطه النقد. خليني اشكرك جزيل الشكر الاستاذ وائل بعلوشة، مدير مكتب امان في قطاع غزة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي، ناقشنا معك مطالب وتعزيز الرقابة الرسمية والمجتمعية في عمل شركات الصرافة في قطاع غزة حول ورقة العمل التي صدرت أو ورشة العمل والورقة المناقشة التي صدرت عنكم مؤخرا. شكرا جزيلا لك.